ما تستغربش لو قلتلك اني شايف ان فريق شباب بلوزداد ممكن جدا ينافس على لقب دوري الابطال السنه دي، مش مجرد منافسه على الصعود من المجموعه. وعايز افكرك ان الفريق ده هو حامل لقب الدوري الجزائري عن جداره واستحقاق الموسم الماضي، كمان كان بيلعب في مجموعه صعبه في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، كان بتضم الزمالك المصري والترجي التونسي والمريخ السوداني، وقدر يكسب الزمالك رايح جاي وقدر يصعد في المركز الثاني خلف الترجي. لكن الموسم ده الوضع اختلف تماما، خبرة أكتر، تدعيمات أحسن، مدرب أفضل، فالوضع أحسن بكتير. القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 10 مليون يورو، في حين إن القيمة التسويقية للأهلي هي 30 مليون يورو زي ما أنت عارف. المدير الفني هو البرازيلي المخضرم كارلوس باكيتا، مدرب مخضرم وكمان حافظ الفريق كويس لأنه مش أول مرة يتولى قيادته الفنية. وطريقته المفضلة مع شباب بلوزداد هي 4-3-3، وبيلعب باتنين لعيبة مركز 8 فيهم واحد بيزيد باستمرار هو بن غيث رقم 6. ودلوقتي نروح لأميز